السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة غدوة خفيفة وسهلة وحلوة، بما اننا كده في عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل الكبدة. مفيش حد ما بياكلش الكبدة في عيد الأضحى، وعامة في الأيام العادية برضو الناس كتير بتحب الكبدة قوي. هنعملها بطريقة مش اسكندراني، بس هنعملها بطريقة حلوة قوي. هنعمل تشويحة كبدة حلوة قوي بالبصل، هتعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة عندي، انا جبت الكبدة وكانت عندي شرايح فقطعتها بالطول زي ما انتوا شايفينها كده. كانت عندي في التلاجة فسبتها لغاية ما تفك معايا. بعد كده بقى رحت جايبه معلقه من الخل كبيره، حطيتها عليها علشان تغسلي الكبده، وسبتها في الطبق كده تنزل كل الزفاره بتاعتها وكل الميه بتاعتها والدم. وبعد كده بقى جبت فص توم كبير او فصين، الفص ده يعني في حدود عامل فصين، ممكن فصين من التوم كده، وبشرتهم ناعم زي ما انتوا شايفين. في الاول ما كانش راضي يتبشر معايا في المبشره دي، قسمته وحطيته، فعشان كده بقول لكم فصين توم يكونوا محترمين كده. هتبل بيهم الكبده، حطيتهم بقى فيها، وهضيف كمان شويه من الكمون. حط شويه من الكمون على الكبده هتبقى حلوه قوي، علشان انا عايزه اتبل بيها وتشرب من الكمون، وتنزل بقى كل الزفاره بتاعتها او الدم اللي فيها، فتاخد من طعم التتبيله بس. هنيجي على الخضار بقى اللي هنستخدمه. انا استخدمت بصلتين، ضربتهم كده في الكبه فرم ناعم. انا هعملها فرم ناعم علشان تستوي بسرعه مع الكبده، ما تاخدش اي وقت. ممكن طبعا تخرطيهم على ايديكي، او تخرطيهم بس برضو في الكبه فرم خشن. وهقولك طريقه التسويه بتاعتها ازاي اذا كانت ناعمه او خشنه. كمان جبت بقى فلفل رومي، فلفل حامي، وحطيتهم زي ما انتوا شايفين برضو كده، فرمتهم بس فرم خشن. هجيب برضو الطماطم وهديها برضو ضربة كده، عايزاها برضو فرم خشن، مش عايزاها تبقى عصير. جهزت كل حاجة بقى كده، وهجيب برضو فص توم كبير كده ني، هسيبه برضو هبشره على الكبدة بتاعتنا بس وهي بتستوي. بعد ما جهزت كل حاجة بقى، جبت بطاطساية، عندي بطاطساية حجمها كبير، قطعتها بقى ايه لصوابع كده سميكة شوية علشان الاولاد بيحبوها تبقى طرية. فقطعتها كده علشان نوضب بقى الاكل بتاعنا. هنيجي كمان للطحينة. لازم كبدة لازم نعمل بقى شوية طحينة حلوة معايا كده. جبت طحينة حمراء وحطيت عليها شوية مية من السخنة، وفضلت اقلب فيها كده. طبعا القوام معايا بيبقى لونه فاتح وبيتقل معايا، حسيت انها تقيلة شوية، خففتها شوية بالمية. هجيب بقى عليها معلقة كبيرة من الخل، هحط كمان فص توم، هحط كمان ليمون. يعني طبعا طحينة تبقى عايزة ليمون وخل. في الوقت ده بقى ممكن تحطي زبادي، يعني ممكن تحطي زبادي لو عندك زبادي، ممكن تحطي معلقتين كبار من الزبادي او علبة زبادي من اللي هي الصغيرة، برضو هتبقى كريمية وحلوة. بس انا حبيت اعملها بالطحينة العادية. بعد ما حطيت التوم بقى والليمون والكمون اهو حطيته، حطيت شوية من الملح، ممكن طبعا تحطي شوية من الشطة الحمراء، وكده تبقى جاهزة معانا. هنجيب الاطباق بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نفضي الطحينة بتاعتنا في الاطباق. عايزينها طبعا اتخن من كده، هي المية لسه سخنة، فلسه لما هتبرد معانا هتبقى تقيلة كمان. ضفت عليهم بقى رشة من البابريكا، او ممكن تحطي رشة من الشطة الحمراء، علشان انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق. هنيجي هنا بقى للطاسة بتاعتنا. اول حاجة انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة. طبعا الكبدة بتحب سمنة كتير، فحطي بقى معلقة كبيرة محترمة كده. وهحط الكبدة بتاعتي على 3 مراحل، بلاش تنزلي بيها مرة واحدة كده علشان ما تعملش مية معاكي، وتبصي تلاقي الكبدة بتاعتك بعد كده ناشفة، ما انتش عارفة تاكليها. لا، احنا عايزينها تبقى طرية وحلوة. حاطه هنا في العين التانية فحمة، وطبعا بحط الزيت على النار علشان اقلي البطاطس عشان اخلص مع بعض. انا ضفت كده الكمية التانية، واول ما تبدأ انها تاخد لون بقلبها، وبضيف شوية كمان، يعني بحطهم كده على مراحل. في الوقت ده بقى لو انتي مخرطة البصل تخريطة كبيرة شوية على ايديكي، ما هيش ناعمة قوي، هنشيل الكبدة من الطاسة وهنحط البصل مع الفلفل مع الطماطم، وبعد كده بنحط الكبدة اخر حاجة. لو انت عايزة بقى الكبدة تبقى ناعمة معاكي وما فيهاش عضة كده وتبقى دايبة قوي، مش هتحطي البصل زي ما انا حطيته كده، هتخرجي الكبدة من الطاسة، وبعد كده تضيفي البصل بتاعك في نفس الطاسة، وتحطي بقى الفلفل بتاعك وتحطي الطماطم. واول ما يستوي معاكي وتلاقي ان البصلة فيها دخلت خلاص على السوا، بتحطي الكبده بتاعتك. لكن لو انت فرمه البصل ناعم قوي زي ما انا فرماه، زي الفرم بتاع الكفته كده، فالبصل مش هياخد وقت، والكبده معايا مش هتلحق ان هي تنشف معايا. ناخد بالنا من النقطه دي علشان ما تحطيش البصل مع الكبده في الوقت ده تكون خشنه وترجعي تقولي الكبده نشفت منك.
انا وريتكم في الاول ان الطاسه ما فيهاش اي ميه، طبعا الكبده ما نزلتش اي حاجه. لما حطيت البصل، البصل بينزل شويه من الميه بتاعته بيسويها فيها، وحطيت كمان الفلفل الاخضر، وحطيت الطماطم اللي قطعناها او بشرناها او ضربناها في الكبه. مش هتفرق معانا الثلاث حاجات دي. قلبناهم كده مع بعض، وهنسيبهم بقى على نار هاديه علشان البصل بتاعنا يبدأ ان هو يستوي. هنحط كمان الملح بتاعنا، هنحط فلفل، انا حاطه في الكبده كمون، هنحط شويه كزبره ناشفه، انا كنت مصوراها بس طبعا ما جاتش معايا، حطيت شويه كزبره ناشفه علشان الكبده بتحب الكمون وبتحب الكزبره. تحط الفلفل، دي طبعا مش وصفه الكبده الاسكندراني خالص. الكبده الاسكندراني حاجه تانية خالص غير دي، ما بيتحطش عليها طماطم، ما بيتحطش عليها بصل. الكبده الاسكندراني بتبقى توم بس وفلفل اخضر، وبيبقى فيها توم كتير وفلفل اخضر كتير، بيبقى حلو قوي برضو. دي وصفة لوحدها. لكن دي الوصفة دي غيرها، دي نقوله مثلا ايه، تغميسة كبدة او طاسة كبدة، حاجة كده تفتح النفس ان شاء الله للناس اللي بيحبوا يغمسوا. حطيت بقى خلاص، هي داخلة على السوا خلاص. حطيت فص الثوم الني، لان لما بحطه في الاخر بقى بيديها ريحة وهمة. قفلت بقى عليها 5 دقايق بس، مش هنقفل كتير علشان ما تنزلش مية، والمية دي تنشف الكبدة بتاعتنا. فتحت تاني كده وحطيت قرن فلفل حامي علشان تبقى سبايسي كده، فتحته وقلت تاخد الريحة بتاعته علشان برضو لو عندنا اطفال ما قطعتهوش معاها. خلاص كده بس، هو 5 دقايق بس وقفلت عليها. ما شاء الله طعمها غير ريحتها جميلة جدا، ما فيهاش اي زفارة، طعمها وريحتها حلوة قوي. فضيت بقى مكان كده، وما كانش عندي بصراحة اي ورق فويل ان انا احط فيه او حاجة صغيرة، لقيت المج الفخار ده، حطيت فيه الفحمة اللي انا كنت مسخناها، واحط عليها شوية بقى من الزيت، او ممكن لو عندك حتة ليا تبقى جميلة برضو مع الوصفة دي، او حتة دهنة كده ممكن تقطعيها معاها وتحطي كمان على الفحم، بتبقى روعة. غطيتها بقى وسبت الكبدة تشرب من الفحم ده كله. تخيلوا بقى الكبدة كمان ريحتها، تحس انها ريحة الفحم، او الكبدة طاسة الكبدة عاملينها مع الفحم. البطاطس كمان كانت اتحمرت خلاص، وجبت بقى الطبق التقديم علشان اقدم فيه. حطيت الكبده بتاعتنا، ما شاء الله شكلها ولونها جميل قوي. وزي ما قلت لكم، الناس اللي بتحب بقى تغميسه الكبده دي هتبقى حلوه قوي. ممكن طبعا تقطعوها صغير، انا كنت مقطعاها كده طويله كده على اساس ان انا احطها في السندوتشات. ممكن طبعا تقطعوها حتت صغيره، هتبقى جميله قوي وهتفرق معاكم كمان، هتكفي. وشويه البصل اللي احنا حاطينهم الناعمين دولت مع التغميسه كده، روعه روعه روعه، بجد بجد ان شاء الله هتعجبكم لو جربتوها. وعلشان اقدمها بقى واكسر اللون بتاعها، جبت شوية كزبرة خضراء علشان نكسر بيهم اللون كده، حطيتهم على الوش علشان يبقوا يدوا شكل وطعم كمان وريحة للكبدة بتاعتنا. وما اقولكمش اصلا الكبدة ريحتها عاملة ازاي، يعني خطوة الفحم دي مخلياها حلوة قوي، كأننا عاملين طاسة الكبدة على الفحم او شاويين الكبدة على الفحم. حطيت كمان الفلفل على الوش كده، قرن الفلفل الحامي علشان يدي شكل حلو، ما شاء الله حلو قوي. كنا خلصنا بقى البطاطس بتاعتنا، وحطيت عندي مخلل، عندي ليمون معصفر حطيته معاهم كمان، وحطيت الطحينه. كمان كان عندي بقى، دي كنت عند والدتي وعطتني طبق ده فواكه البحر، يعني كبده على فشه على طحال على كمان كرشه، مقطعين كل ده وزور، وكانوا عاملينه، وكانوا سايبين لي الطبق ده عاملين حسابي فيه. فانا قلت بما ان بقى النهارده يوم الكبده، نحط جنبيه الطبق ده كمان، يعني بصراحه علشان انا اللي بحبه، يعني الولاد ما بيحبوهوش، فعملت الكبده معاهم. وقلنا بقى يبقى ايه غدانا النهارده، يبقى حاجه كده حرشه كده، وحاجه كده من اللي بتفتح النفس، وحاجه كده من حلويات العيد. هو العيد ما ينفعش غير باللحمه والكبده. طبعا انا ولادي ما لهمش في الفته، فما عملتش فته صراحه. فخلينا بقى ايه في شويه الكبده الحلوين دول لغايه ما نعمل بقيه وصفات العيد بتاعنا. طبعا العيش البلدي ما يحلاش الكبده غير بالعيش. لو عندك برضو عيش فينو هتبقى حلوه قوي، سندوتشات بقى وضرامي. في الوقت ده بقى انا كنت شايله الست سيمو، سيمو بتاعتي سما، فكنت بايد واحده مش عارفه اكل بيها. يعني انا عايزه اوريكم ان الكبده طريه، ما هيش ناشفه معايا، لان احنا ما حطيناش على النار كتير، وكمان بشرين البصل ناعم قوي. فانا كنت عماله بايد واحده بس، كنت شايلاها بايدي التانية مش عارفه ابين لكم بيها، مع شويه الطحينه دول، وفي رغيف كده، وتاكلوا بالف هنا وشفا. وده كان غدانا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واللي ما اشتركش يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم.